هاعمل معاكم النهارده حاجة حلوة وطعمها لذيذ جدًا، هنعمل كيكة بطعم وريحة السينابون، هنعملها من غير ولا خلاط ولا عجان، بالمضرب السلك، وهتطلع معانا هشة وطعمها وريحتها تحفة. يلا بينا نبتدي في عمايلها على طول، بس قبل ما أبدأ، الناس اللي بتحب الوصفات المكتوبة، الوصفة دي ووصفات تانية كتير هتلاقوها مكتوبة بالتفصيل في اللينك اللي تحت الفيديو. أول حاجة هنعملها هنخلط المكونات الجافة مع بعضها. هنحتاج لكوبايتين من الدقيق، وهحط عليهم معلقتين دقيق كمان، وهنحط عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح. هنخلطهم مع بعض كويس وهنسيبهم على جنب شوية ونجهز بقية المكونات. في الطبق اللي هنخلط فيه الكيك هنحط 3 بيضات بحرارة الغرفة. أنا البيض اللي كان عندي صغير فحطيت 4 بيضات، وهنحط عليهم كوباية ونص من السكر ومعلقة صغيرة من الفانيليا، ونقلب بقى كله مع بعضه دقيقتين أو 3 دقايق لحد ما نلاقي لون البيض بقى فاتح. وبعدين هنضيف الدقيق على خليط الكيك وهنحطه شوية بشوية، ما نحطهوش كل مرة واحدة عشان ما يكلكعش. الخليط هيبقى معانا في الأول تقيل عشان لسه ما فيهوش سوائل. هنخلط بس لحد الدقيق ما يختفي، مش عايزين نزود في الخلط قوي. سيبهم بس ثواني ونجهز المكونات السائلة. هنحتاج لكوباية إلا ربع من الزبدة، ممكن تستعملوا نص الكمية زيت ونص زبدة، ممكن تستعملوا الكمية كلها زيت زي ما يعجبكم، وكوباية من الحليب بس هنشيل منها معلقتين كبار، وهنسخنهم على النار أو في الميكروويف بس لحد الزبدة ما تسيح ونرفعهم من على النار. هنضيفه بقى على الخليط وهنخلط بالراحة. هتلاقوا المكونات كلها اختلطت مع بعضها على طول من سخونية الحليب، والقوام بقى ناعم وكريمي وما فيهوش أي كتل خالص. وفي نفس الحاجة اللي سخنت فيها الحليب والزبدة عشان ما نعملش مواعين كتير، هناخد شوية من خليط الكيك. حطيت بالنظر كده، يعني مش مقدار معين، حطيت تقريبا كوباية، وهنحط عليهم معلقتين كبار من القرفة ومعلقة كبيرة من الكاكاو اللي هو الخام الغير محلى، وهنخلطهم مع بعض كويس قوي. وهنكون مجهزين القالب أو الصينية اللي هتدخل معانا الفرن، مدهونة كويس قوي بالزبدة أو بالسمنة، وعليها رشة من الدقيق مغطية القالب كله. وهنحط شوية من خليط الكيك وشوية من الخليط اللي بالقرفة لحد ما نخلص الكمية اللي معانا كلها. بعد ما حطيت الخليط في القالب، كان المفروض بعود خشب أعمل خطوط كده في العجينة رايح جاي عليها، بس بصراحة نسيت، ما افتكرتش غير بعد ما حطيتها في الفرن. فاعملوها انتم عشان ما تلاقوش خليط القرفة كله بقى في حتة واحدة. هنخبط القالب خبطتين نطلع منه الهواء وندخله فرن ساخن مسبقا على درجة 170 في الرف الأوسط، هياخد تقريبا من 35 ل 40 دقيقة. وهنختبر نضج الكيك بعود خشب، وهنختبرها من النص لأن ده آخر مكان بيستوي في الكيك. لو طلع نضيف مفهوش أي عجين يبقى استوى، لو لسه في عجين ممكن نسيبه كمان 5 دقايق. وانتوا بتعملوا أي كيك لو لقيتوا الوش خد لون والكيكة لسه من جوه قلبها ني، قطع ورقة زبدة وهنديها خفيف قوي بالمية، يعني رشة مية بسيطة قوي على ورقة الزبدة، وهنحطها على قد وش الكيكة بالظبط، وسيبوه لحد ما يكمل سواه عشان الوش ما يتحمرش زيادة. هنطلع الكيك من الفرن ونسيبه يهدى شوية وبعدين نقلبها، والأفضل طبعا نقطعها بعد ما تبرد خالص. بالنسبة لي ريحتها كانت تجنن، ما قدرتش استنى، قطعتها وهي دافية. ممكن بقى نقدم الكيك زي ما هو كده، أو ممكن نحط عليه صوص أبيض أو صوص شوكولاتة صوص كراميل، بيبقى طعمه خطير. هكتب لكم مكونات الصوص الأبيض لو عايزين تعملوه في صندوق الوصف. جربوها ومتأكدة إنها هتعجبكم جدا. بألف هنا على قلوبكم مقدما، وأشوفكم على خير.